اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شو رايك يا حلوه انت وهي نجي نديروا مع بعضنا كيكه البرتقال اللي طالعه ترند وقالبه الفيسبوك؟ ان شاء الله بامر الله هتديريها اليوم بتكاتيني وهتنجح معاكي وهيعجبك طعمها هلبة هلبة هلبة. ان بجديات كانت خفيفه ولذيذه هلبة هلبة وشكلها باين تحدث عن نفسها تقولي جاتو. شوف الروعه شوف الجمال خطيره. نودك بقى يا حلوه انت وهي ونتبع فم كل عزيز وغالي. وهيا بينا على الطريقة. عندي 4 دحيات فاصلة البياض على الصفار، هنستخدم الصفار فقط والبياض ما بوش نستخدموه. وهننزل عليها ببشرة برتقال، ونزلت عليها بفانيليا، ونزلت عليها بكوب وربع من السكر، ونزلت عليها وضربتهم الأول في كويس جدا جدا مع بعضهم. وبعدين حطيت عليهم نص كوب من الزيت، وبنضربهم مرة تانية. كل ما نحط حاجة نضربها. وطبعا لو انت مش متوفر عندك الخلاط عادي تندار عادي بالمضرب اليدوي العادي. وهننزل لها بكوب من الزبادي. حجم الكوب هو كوب النسيم تمام، زبادي سادة. وضفت عليهم كوب من عصير البرتقال الفريش مع رشة الملح ما تنسيهاش، واذكر الله وصلي على رسول الله. بعد ما ضربتهم كويس جدا وفتح لونهم بالشكل هذا، عندي كوبين من الدقيق نزلت عليهم ب3 ملاعق من النشا وقلبتهم مع بعض كويس جدا. نزلت عليهم بالخليط السائل وقلبته بالمضرب العادي بايدي بالشكل هذا. وبعدين نزلت عليهم بملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة مليانة معبية من الكربونات الصوديوم تمام. وتكون معاكي بالتقل هذا مش خفيفه مش رزينه. ولاحظي نفس كوب المعيار اللي كيلت به الزيت والسكر هو نفس اللي استخدمته في الدقيق. ونزلت عليها باضافه لون طعام، نزلت عليها بربع ملعقه صغيره من لون الطعام. نبي لونها يكون الاورنج الغامق. ولو انت مش متوفر عندك عادي مش لازم، هي هيك والهيك اصلا كيكه البرتقال تطلع لونها اورنج طبيعي يعني. ولو انت اول مره تتابعيني ما تنسيش ان انت تديري متابعه للصفحه وتشيري اللايف وتحطي لي اللايك يهمني. وندهن الطاجين بتاعي مبطنه كويس، والكوشه بتاعتي مولعتها من بكري. اول ما بديت في الكيكه مولعتها. هنحطها في الرف الوسطاني على درجه حراره 170. هنضربها ضربتين هيك نطلع الهواء منها وندخلها الكوشه. تقعد ساعة الا ربع. بعد ساعة الا ربع تختبريها، تفتحي الكوشه ما تفتحيش عليها الا بعد ساعة الا ربع باش ما تهبطش منك. تختبريها بخله بموس من النص. لو لقيتيش فيها عجينه خلاص. طلعت الكيكه بتاعتي وكان الشكل النهائي بالشكل هو زي ما انتم شايفين. في الوقت هذا قلت خلينا ندير لها الصوص اللي هي يعطيها طعم جميل جدا ولذيذ هلبة هلبة. وشكلها ما شاء الله عليها وحجمها حلو حلو ومرتفعة. هناخد الكزرونه بتاعتي او اللي انت بتديري فيها، حطيت عليها هنا ضفت كوب كبير من عصير البرتقال اللي فريش اللي مصفياتها، ونزلت عليها بملعقتين من النشا، ونزلت عليه ب4 ملاعق من السكر وقلبتها على البارد. وبعدين ولعت عليه النار لغايه ما طاب وتحصلنا على الصوص بالشكل هو ما يكونش رزين، لازم يكون خفيف. وتنزلي عليه وهو سخون على الكيكه بتاعتك. وتفردي لازم يكون خفيفه ما تديريش رزين. وزينتها بالشكل هدايا. قطعت برتقال وحطيت طرف نعناعه في النص وطعمها كان يمي 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 لذيذ هلبة هلبة هلبة. وشكلها بجديات تحفه. هو التليفون اللي كنت نصور بيه طبعا اضاءته ضعيفه مصوره في المطبخ هني من غير ستاند، يعني باضاءه المطبخ العاديه. ومع هذا لونها خطير وطعمها جميل. نودك بيها حلوه انت وهي ونود بيه فم كل عزيز وغالي. يا ريتك بنتي بلادي الحلوه الجميله تدعي لي دعوه حلوه ولك بالمثل بيها. خفيفه وهشه جدا جدا جدا. كانت بتنقلب مني كتر ما هي خفيفه. في حفظ الله يا حلوه انت وهي. دمتم بسلام.